السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده الفيديو بتاعنا بصوا مختلف، يعني فيديو فعلا فيه كمية وصفات ان شاء الله تعجبكم. ممكن تاخدي منها اي وصفة، وفي كمان افكار جديدة وتنفذيها بقى في يوم عندك الغدا او محتاجة تعملي ايه. بصوا مليان وصفات حلو وحادق. ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم، بس اهم حاجة ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصرهم ويزيح الغمة وينصرهم نصرا يتعجب له اهل الارض واهل السماء. تعالوا كده بداية كده نعمل أول حاجة من الوصفات بتاعتنا. الفيديو ده الوصفات اللي فيه لا تقل عن 6 وصفات. كل وصفة أنا لما جيت عملت المونتاج جمعت لكم كل وصفة من الألف للياء ورا بعض لوحدها علشان ما تتوهوش مني. تعالوا كده بداية كده، أنا حطيت كيلو دقيق في العجين. أول حاجة كيلو دقيق نخلته وحطيت في العجين. هحط عليه بقى معلقتين كبار من السمسم ونص معلقة من البيكنج باودر، وهبدأ انزل عليه بقى بكيس من الايه من الخميرة. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل القرص الطرية او القرص الفلاحي. يبقى كيلو دقيق اخد معايا معلقتين من السمسم، نص معلقة من البيكنج باودر، كيس خميرة. وحطيت عليهم طبعا معلقتين من السكر علشان الخميرة ايه تنشط معايا، ورشة بسيطة من الفانيليا طبعا، ده لو انت ايه حابة تحطيها. بعد كده بقى تعالوا نشوف بقى ايه المكونات او المواد الدهنية. انا حطيت كوباية كبيرة من السمنة. الكوباية المعيارية دي بمقام كوباية وربع من مج الشاي. يعني لو انت هتستخدمي مج الشاي حطي كوباية وربع، لكن لو انت هتستخدمي الكوباية المعيارية حطي كوباية مليانة على الاخر. تمام. طبعا القرص الفلاحي هي اساسها سمنة ولبن رايب. لكن انت ليكي مطلق الحرية برضو، ممكن تحطي سمنة على زيت، لكن انا ما بحط السمنة على زيت، انا بحطها سمنة صافي. تمام. هبدأ بقى ايه ابسها في العجان كده زي ما انتوا شايفين لغاية لما تتبس. طبعا هي نسبة الدهون فيها مش كتير، يعني مش زي عجينة الكحك، فهتلاقيها ايه بقت شبه حبات الرمل كده. هتلاقيها ايه الدقيق لما اختلط بالسمنة هتلاقيه بقى شبه ايه حبات الرمل. بعد كده بقى ايه كل شوية هفصل العجان واديلها تقليبة عشان اتأكد ان كل الدقيق اختلط بالسمنة. تعالوا بقى اوريكم انا حطيت ايه. اول حاجه حطيت معلقتين من القشطه، عارفين وش اللبن؟ اخدت معلقتين كبار كده من وش اللبن وحطيتهم على العجين. طيب هنعجن بايه او هنلم العجينه بايه؟ بلبن رايب. طيب ما عندكيش لبن رايب حطي زبادي، ما عندكيش زبادي دفي شويه حليب على النار وحطي فيهم معلقه صغيره من الخل زي ما انا عملت كده. بس اهم حاجه تحطي فيها بقى معلقتين قشطه، بتخليها بقى العجينه رهيبه. هتاخد معايا قد ايه لبن رايب او قد ايه لبن انت حاطه فيه خميره او روبتيه؟ هتاخد معايا كوبايتين، من كوبايتين لكوبايتين وربع على حسب نوع الدقيق. بس هتبدأي بالاول كوبايه ونص، وتنزلي بالتدريج لغايه لما العجينه بتاعتك تتلم. تمام. شايفين بقى العجينه قوامها عامل ازاي؟ رهيبه. هسيبها بقى ترتاح شويه 10 دقايق كده او ربع ساعه، وبعد كده بقى هبدأ اشكلها. انا بقى هكورها عادي كده، مش هحط فيها بقى ولا اي حاجه، مش هحشيها، انا هعملها ساده المره دي. ممكن انت بقى تحشيها جبنه. وعايزه اقول لكم القرص دي لما بتتحشى الجبنه اللي هي الناشفه او الجبنه الحادقه، مش عارفه بيقولوا عليها جبنه براميلي او جبنه خزين، بتبقى رهيبه. لكن ده انا هعملها فاضيه بناء على طلب العميله، اللي هي ساده خالص كده. يا دوبك هقطع بقى كور صغيره كده، وهبدا بقى ايه افردها حاجه بسيطه على قد الايه على قد القرصه بتاعتي. وخدي بالك اللي هي لسه هتخمر لسه هتخمر فحجمها هيكبر، فما تكبريش العجينه بتاعتك علشان ما تطلعش معاكي كبيره قوي. تمام. طيب انا لما انا جيت عجنتها، انا عجنتها حطيت زبادي. عايزه اقول لكم ان انا حطيت علبه زبادي بالقشطه. دي بتتجاب من عند اي لبان، العلبه اللي انا كنت حطاها دي زبادي بالقشطه. وحطيت عليها كمان معلقتين قشطه اللي هو وش اللبن. وبعد كده كان عندي بقى لبن رايب، قمت عجناها بقى باللبن رايب. شايفين بقى لونها بعد لما استوى؟ اهم حاجة بقى اللي بعد لما بتخلصيها مش بتدخليها الفرن على طول، لازم تسيبيها تخمر حوالي نص ساعة. الفكرة اللي هي تخمر معاكي اللي هي يعني تبقى هشة معاكي في الفرن. ما ينفعش القرص دي تشكليها وتدخليها الفرن على طول. هنا بقى بعد لما طلعت من الفرن قمت بقى ايه حطها في الطبق اللي هيروح في العميل على طول.
طيب سويتها على درجة حرارة كام؟ دخلتها الفرن على درجة حرارة 220. عايزة اقول لكم ما بتاخدش وقت. تعالوا بقى نعمل الوصفة التانية. كده خلصت القرص الفلاحي، تعالوا نعمل الوصفة التانية. هنا بقى حطيت 3 عدد بيض وكوباية وربع من السكر. تمام. طبعا انتوا لسه شايفين العجينة القرص لسه في العجان زي ما قلت لكم. انا في مقاطع يعني كنت بعمل حاجة وبسيب حاجة مثلا ترتاح وكده، بس لما جيت جمعت الفيديو جمعت لكم كل وصفة لغاية لما الوصفة كلها خلصت ورا بعض. تمام. المهم خلينا بقى في الوصفة التانية. زي ما انتوا شايفين ضربت بقى السكر مع البيض مع شوية الفانيليا كويس جدا لغاية لما ايه قوامهم مفتح كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده نزلته بكوباية الا ربع من السمنة البلدي. طبعا ممكن تحطي سمنة على زيت برضو. وهبدأ بقى ايه اضرب الكلام ده كله لغاية لما قوام الخليط يبقى معايا ابيض كده او فاتح، وهنزل عليهم بكوباية من اللبن او الحليب. تمام. وهبدأ بقى اضربهم كده بالمضرب، وبعدين بقى هنشوف المكونات الجافة. المكونات الجافة هحط كوبايتين من الدقيق، وعليهم نص كوباية من الكاكاو او ربع كوباية من الكاكاو على حسب. انا المرة دي المفروض اللي انا على طول بعملها بنص كوباية من الكاكاو، لكن المرة دي هحط ربع كوباية من الكاكاو وهقول لكم ليه. وحطيت كيس بيكنج باودر وكيس نسكافيه، وقلت لكم حطيت ايه ربع كوباية من الكاكاو. هبدأ بقى ايه اخلط الكلام ده كله مع بعضه وايه، وهبدأ اقلب كده. الكيكة بتاعتي خلصت اللي هي كيكة الشوكولاتة، وايه وهضربها ضربة كده وخلاص. على كده يبقى 3 بيضات عليهم كوباية وربع من السكر مع شوية من الفانيليا، وحطيت كوباية الا ربع من السمنة البلدي، وبعدين كوباية من الحليب، وبعد كده المكونات الجافة. طيب تعالوا قبل ما نشوف المكونات الجافة ايه اللي انا حطيته ده. دي شوكولاتة انا سيحتها على النار كده يعني لغاية لما فكت معايا. ده حوالي نقول مثلا ايه 150 جرام من الشوكولاتة. يا دوبك فكيتها على النار ونزلت على الخليط بالايه بالشوكولاتة دي. عايزة اقول لكم يعني ال 150 من الجرام من الشوكولاتة دول هيودوا الكيكة في حتة تانية خالص، لان لسه احنا هنعمل فيها حاجات تانية. بس الكيكة ذات نفسها اولا بصوا لونها، تحس اللي هو لونها فاتح لان انا مقلله نسبه الكاكاو، بس معززه طعم الشوكولاته بالشوكولاته اللي انا حطيتها. بس كانت ريحتها رهيبه. وعايزه اقول لكم الشوكولاته اللي فيها ممكن تتاكل كده من غير اي حاجه. المهم بعد بقى لما خلاص حطيت الشوكولاته ده، قلبتها وحطيتها بقى في القالب بتاعي. بعد لما طلعت من الفرن طبعا دخلتها على الفرن على 180. طلعت بقى بالجمال ده. شايفين الوش عامل ازاي؟ تحس اللي هي قريبة من البراونيز او الكيكة، لان عاملة الشوكولاتة اديتها من جوه طعم خطير اكنها معجونة من الالف للياء بالشوكولاتة. طيب قطعتها كده زي ما انتوا شفتوا، وبعدين هبدأ اعمل لها الصوص. الصوص حطيت ربع كيلو من الشوكولاتة على كوباية الا ربع من الحليب، بس هحطها بالتدريج لغاية لما يعمل معايا الايه الصوص ده. ونزلت بمعلقتين من الزيت عشان تديني اللمعة. وكده الشوكولاتة الكيكة الشوكولاتة برضو ايه خلصت. عايزة اقول لكم ريحتها كانت خطيرة. وعايزة اقول لكم كمان جربوا بقى اللي انتوا لو مش عايزين تعملوا تحطوا لها صوص شوكولاتة من فوق، او يعني مكلف بالنسبة لكم، ممكن تعملوا اللي هو الصوص الاقتصادي اللي بالكاكاو واللبن والزيت. بس جربوا تعملوها من غير بشوكولاتة من جواها هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف تالت وصفة، وهي بقى ايه الانجليش كيك. طبعا انا عملته معاكم كتير لكن المرة دي هنعمله بطريقة مختلفة خالص. اول حاجة حطيت ربع كيلو من الزبدة على 200 جرام من السكر. المفروض المقادير اللي ثابتة معايا انا بحط ربع كيلو من الزبدة على ربع كيلو من السكر البودرة، لو هعملها من غير الحاجة الجديدة اللي انا هعملها فيها دي. لكن علشان انا هحط فيها بلح فقللت السكر شوية. تعالوا بقى نشوف المكونات الجافة. انا معايا 375 جرام من ايه من الدقيق. حطيت عليهم نص كيس من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من القرفة، وحطيت كمان ربع كيلو من البلح. عارفين التمر اللي هو الطري ده؟ انا فصصته وحطيته في الدقيق. طب ليه حطيت التمر في الدقيق؟ علشان يتغلف بالدقيق وما ينزلش في القاع بتاع الكيكة ويدي الطعم المحروق. تمام. حطيت كل الكلام ده في الكيسة. طبعا انا كنت وزنة الدقيق في زي ما هو في الكيسة كده، وايه ونزلت عليه بالمكونات كلها يعني توفيرا للمواعين يعني.
بعد بقى لما الزبدة اختلطت بالسكر هبدأ انزل بثلاث بيضات، بيضة مع شوية من الفانيليا. وممكن ما تحطيش فانيليا لان كده كده احنا حاطين ايه، قرفة في الدقيق، والقرفة طبعا بتضيع اي ايه، اي ريحة بيض. بس انا برضو ايه حطيت رشة من الايه، من الفانيليا. تعالى اقول لكم المقادير تاني. حطيت ربع كيلو من الزبدة على 200 جرام من السكر البودرة، ده لو انا هعملها بالبلح. لكن لو مش هتعمليها بالبلح هتحطي السكر قد الزبدة. وبعدين نزلت بثلاث بيضات بحرارة المطبخ طبعا مع رشة من الفانيليا. وبعد كده كنت وزنة الدقيق بتاعي. الدقيق كان 375 جرام من الدقيق، حطيت عليهم نص كيس بيكنج باودر ومعلقة من القرفة وربع كيلو من التمر او البلح الطري. تمام. هبدأ انزل بقى بالمكونات الجافة كده زي ما انتوا شايفين، ويا دوبك هضربها كده بالمضرب تختلط على طول، وخلاص هطفي الايه، العجين. وكده تالت وصفة خلصت ايه معايا. يا دوبك هنزلها بقى في القالب. طيب الكيكة دي بسويها على ايه؟ طبعا زي ما انتوا عارفين انا بسوي الكيكة دي على درجة حرارة 140. بتقعد وقت في الفرن علشان هي كيكة من انواع من الكيكات التقيلة. بس عايزة اقول لكم بقى ريحة البلح والقرفة في الفرن يعني حاجة كده ما تتوصفش. ريحتها كانت قلب البيت، وبجد جربوها ان شاء الله تعجبكم. ريحتها كانت حلوة جدا. واي حاجة بنحط لها بلح يعني وقرفة بتديها طعم حلو قوي. طيب عايزة تعملي نفس المقادير دي بس مش عايزة تعمليها بكيكة الزبدة، اعمليها بالكيكة العادية. الكيكة العادية اللي احنا بنعملها اللي هي لبن وزبادي ودقيق عادي من غير زبدة او بسمنة بلدي، وحطي قرفة وبلح. عايزة اقول لكم برضو هتطلع تحفة. يعني دي او دي. كده خلصنا الحلو بتاعنا. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه تاني. بداية كده انا حطيت بصل وفلفل احمر بس وضربتهم في الكب. حطيت زي ما انتوا شايفين 3 بصلات او بصلتين متوسطين وقرنين فلفل احمر، وضربت الكلام ده في الكبة. وهبدأ افرم فراخ معايا كيلو ونص من البانيه. هبدأ افرمه كده في الكبة واحدة واحدة لغاية لما ايه يتفرم معايا. عايزة اقول لكم بشتغل في الكبة وانا خايفة جدا اللي هي تبوظ، يعني لسه مصلحاها والتانية مش لاقيه العمود بتاعها، واتصلت بالشركه ولسه يعني قدامهم ولا شهر عبال لما يجيبوه. فربنا يستر وتقدر تكمل معايا الكبه ايه الصغنونه دي. المهم هفرم، هخلص بقى كميه البانيه. طبعا انا كنت غسلاه بليمون وجنزبيل وشويه ملح وسايباه يتصفى كده وايه، وهبدا افرمه كده زي ما انتوا شايفين. بس الاول فرمت بصل وفلفل احمر، والفلفل الاحمر اساسي في الوصفه دي. احنا مش هنعمل كفتة فراخ اللي انتم متعودين معايا عليها. مش هحط ولا توم ولا بقدونس ولا اي حاجة. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. بعد لما فرمت الفراخ والبصل هبدأ انزل بالتوابل. طب التوابل عبارة عن ايه؟ حطيت شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود ونص معلقة من الجنزبيل، وحطيت معلقة كبيرة من الكاري او بهارات الفراخ، او تحطي نص معلقة من بهارات الفراخ ونص معلقة من الكاري. تمام. وهبدأ ايه اعجن الكلام ده كله مع بعضه. وحطيت كمان كيس فيجيتار ونص معلقة من البيكنج باودر. طيب الكيس فيجيتار دوت كيسين فيجيتار اللي هو الحار يعني او العادي مش مهم. طيب هبدأ اعجن كده واشوف العجينة في ايدي لقيتها محتاجة لسه تاني بتلزق ومحتاجة فيجيتار. هزود بقى. طبعا ممكن تزودي فيجيتار وممكن تزودي تحطي فيجيتار على بقسماط لو متوفر عندك. تمام. انا حطيت الكميه كلها فيجيتار لانه كمان بيبقى متبل وبيدي طعم حلو. بس اهم حاجه طالما انا هتستخدمي فيجيتار تاخدي بالك بقى من الملح لان هو بيبقى فيه ملح. فحاولي تحطي الملح ده بعد لما تخلصي الفيجيتار تشوفي لو محتاجه. وخطوه وحاجه كمان مهمه اللي انتي ما ينفعش تحطي لها ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، لان احنا لسه هنعمل الكفته دي كفر ومش عايزينها واي ماده دهنيه هتخليها ايه تفك منك. المهم اول لما لقيت بقى قوام العجينه بتاعتي مسك ومش بتلزق في الايد ولا اي حاجه، هبدا بقى ايه اشكلها كده على ايديا صوابع. وما تكبريش يعني العجينه او الكفته في ايدك كبيره، خليها الى حد ما متوسطه علشان لسه قلت لكم هنعمل فيها ايه كفر. هشكلها بقى كلها بالطريقه العاديه. وعايزه اقول لكم يعني ما شاء الله هتعمل كميه حلوه قوي. وهقول لكم بنفرزنها ازاي او ممكن يعني نحطها في الفريزر ونطلع منها على القليه على طول. طلعت معايا الكيلو ونص الكمية دي كلها ما شاء الله. هنبدأ بقى ايه نشيل ندخلها الفريزر بعد لما شكلناها. مش هشتغل فيها دلوقتي خالص. اهم حاجة ادخلها تمسك كويس في الفريزر، وبعد لما تمسك هنشوف هنعمل فيها ايه.
تعالوا نعمل الوصفة التانية. النهاردة الوصفات كلها بالفراخ. حطيت بصل وطماطم وفلفل في الكبة وضربتهم كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى ايه هبدأ انزل بيهم في الصينية عشان نعمل تتبيلة للفراخ البانيه. طبعا دي انا عملتها معاكم قبل كده، وبرضو هنحطها في الفريزر. وهبدأ انزل عليهم بقى بالتوابل. التوابل عبارة عن ايه؟ ملح وفلفل اسود، وحطيت شوية من الجنزبيل وشوية من بهارات الفراخ وشوية من الكاري، ولو في كركم ممكن تحطي نص معلقة او لون الزعفران، ده او ده. هي دي التوابل بتاعتي. عايزة اقول لكم التوابل في كل اكلاتي مش كتير، بس بتديكي نتيجة حلوة جدا. وحطيت كمان ايه، حوالي نقول 4 معالق خل كبار وعصرة ليمون. طبعا ما بحطش ولا زيت ولا اي حاجة، زي ما قلت لكم اي حاجة فيها كفر ما ينفعش تحطي زيت فيها. وهبدأ بقى اتبل البانيه كده قطعة قطعة لغاية لما اتأكد اللي هي كل قطعة اتشربت من التتبيلة دي. تمام. وهسيبها برضو ايه ساعتين كده في التلاجة لغاية لما تتبل. طبعا لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو. لا يعني بجد فيديو زي دوت يعني اتمنى اللي هو يعني يكبر والقناة تكبر، لاني فعلا والله مش عايزة اقول لكم كل فيديو اللي انا بتعب. انا اكيد يعني بشتغل الحمد لله وربنا بيقوي، بس اتمنى اللي تعبي دوت اشوف يعني نتيجة تعبي. انا فعلا بقالي سنتين بشتغل في القناة وخلاص، يعني خلاص قفلت السنتين وداخلة في السنة التالتة بدون اي مقابل، بدون اي حاجة. فانا مش زعلانه، انا حاجه بحبها وكفايه اللي انا باخد عليها ثواب او دعوه. بس اتمنى ان القناه تكبر، وان شاء الله تكبر بيكم. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه. كده خلصت بقى البانيه وخلصت كفته الفراخ، لسه هنرجع لهم تاني بس لما نروح على البوتاجاز ونعمل الوصفه السته. زي ما قلت لكم احنا معانا النهارده 6 وصفات. وانتوا كمان احكموا مين في اليوتيوب بيعمل وصفات في فيديو واحد كل الوصفات دي. يعني انا بشوف اللي هو ممكن وصفة زي دي، يعني فيديو زي ده ممكن معظم الناس بتقسمه على 60 فيديو، وبالنسبة لهم بيبقى مكسب اكتر. بس انا زي ما قلت لكم اللي انا بحب ايه، اوريكم الحاجة اللي طلعت من عندي في نفس اليوم ده. فاهميني؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا اول حاجه كده معايا نص كيلو من البانيه. حطيت معلقه زيت على معلقه سمنه، واديت له صدمه كده مع شويه توابل ملح وفلفل اسود، ونص معلقه من بهارات الفراخ او الكاري المتوفر عندي. وهسيبه بقى لغايه لما ايه، لو نزل ميه او اي حاجه يتشرب وايه، وياخد شكل التحمير كده، انا عايزاه ياخد لون. اما بقى الحله التانية، طبعا عملت البشاميل وانتوا عارفين طريقتي فيه. حطيت 3 معالق سمنه عليهم 3 معالق من الدقيق، ونزلت ب2 كيلو الا ربع من الحليب. وهبدا اتبله بملح وفلفل اسود ورشه بسيطه من ايه، من جوز الطيب. تمام. وطول ما هو على النار بقى انا بقلب فيه كده بالمضرب علشان ايه ما يكلكعش ولا اي حاجه. اما الحله اللي هناك دي طبعا حطيت فيها ميه علشان نسلق ايه، المكرونه. كده خلاص. كده هنعمل ايه بقى، هنعمل صينيه نجريسكو. طبعا الفراخ ديت ممكن تحطي فيها مشروم وتشوحيه يبقى ايه، بالمشروم والفراخ ده لو انتي بتحبيها يعني او بتحبيه. بعد بقى لما الفراخ هتتشوح بقى كده وتاخد اللون الى حد ما الذهبي ده، هبدا انزل عليها بالخضار اللي انا عايزه احطه. طيب انا بحط خضار ايه، انا بحط بصل وفلفل الوان، لكن انت ممكن تزودي زيتون، ممكن تزودي بشر جزر، اللي انت عايزه تزوديه زوديه، بس يفضل بلاش تحطي طماطم خالص نهائي. انا بحط زي ما قلت لكم بصلتين كده حلوين. لو عندي بقى بصل احمر على ابيض بحط بقى من ده ومن ده. وبحط بقى فلفل اخضر، فلفل احمر المتوفر عندي. وببدأ بقى اشوح الكلام ده كله مع بعضه. بس اهم حاجة تخلي الخضار اللي انت هتحطيه في الاخر بعد لما تتأكدي ان الفراخ استوت، علشان الخضار كمان ما يتهريش قوي. هنا بقى قطعت الفلفل الاحمر والاخضر وقلبتهم مع بعض. وكده الايه الحشوه بتاعتي خلصت معي. طبعا زي ما قلت لكم لو حابه تحطي زيتون مفيش مشكله. بديله تشويحه كده وخلاص. ولو محتاج بقى ملح، محتاج فلفل اسود، بظبطه وخلاص على كده. بصوا مفيش اسهل من صواني المكرونه، يعني بجد والله ايا كان، او عامه الصواني عامه يعني. لو عندك عزومه وكده يعني اسهل حاجه تعمليها اعملي صواني في الفرن. صواني في الفرن دي بتنجز معاكي وفي نفس الوقت ما بتاخدش، يعني مش دبكة. يعني صينية فراخ، صينية مكرونة، صينية رقاق، صينية جلاش،
الحاجات دي كلها بتنجز معاكي بسرعه. تعالوا هنا بقى نبدا نعمل ايه، نسلق المكرونه. انا معايا المكرونه المره دي مكرونه شرايط. انت طبعا ممكن تعمليها بسباكيتي باي حاجه. هسلق بقى كيس كامل كده بس مش هكسرها. مكرونه الشرايط ما ينفعش تكسريها، يعني بتبقى كده افضل. وبعد بقى لما المكرونه تتسلق هبدا بقى ايه، ازودها بس شويه ملح كده في ميه السليق وخلاص. اول لما تتسلق هصفيها، وبحب بقى اقوم حاطه لها معلقه سمنه كده مع رشه من الفلفل الاسود ومقلباها بيه، علشان ابقى متاكده ان كل حاجه ايه، متبله. هنا بقى جبت بقى القالب بتاعي، حطيت فيه من تحت شويه بشاميل، ونزلت بكميه المكرونه. وبعد كده بقى هبدا انزل عليها ايه، اغطيها بالبشاميل. بعد بقى لما هغطي بقى المكرونه بالبشاميل هبدا انزل عليها بقى بالحشوه بتاعتي اللي انا عملتها بتاعه الفراخ، وايه وهوزعها كده. وبعدين هقوم حاطه عليها كبشه كده من البشاميل عشان تبقى ايه، المكرونه كلها جوسي كده وكريمي. عايزه اقول لكم حاجتين يخلوا المكرونه بتاعتك كل الناس تحلف بيها، سواء البشاميل او النجرسكو. البشاميل بتاعك يبقى مخدوم لبن كده ويبقى كريمي خالص، وفي نفس الوقت المكرونه ما تبقاش كميه المكرونه كتير، وتبقى تحس اللي هي ايه، طريه كده، والحجم القطعه مش عاليه. يعني الثلاث حاجات دول لو خدتي بالك منهم هتاكلي احلى صينيه مكرونه. هنا بقى طبعا كنت حطيت عليها جبنه ودخلتها الفرن. تعالوا بقى ايه، نكمل الوصفات بتاعه الفراخ اللي انا عملتهم. طبعا الكفته كنت سايباها بقى لها حوالي ساعتين او ساعه ونص في الفريزر. هبدا اعمل لها بقى الكفر بتاعها. الكفر بقى عباره عن ايه، الكفته مش بنحط لها دقيق. مش بنحط لها دقيق. بحط كده بقسماط، وبحط ايه، فيجيتار بس. وببدأ اعمل لها بقى الكفر اللي هو البيض. وبرده لما باجي احط بحط 3 بيضات، وبحط اللبن معلقتين لبن بس. زي كده ايه البانيه بتاع اللحمه انا ما بحطلهوش مثلا ايه دقيق عشان ما يفصلش منك. نفس الفكره برضو الكفته مش هتحط لها دقيق، يا دوبك في البيض وبعدين البقسماط بالفيجيتار عشان يديله طعم حلو الفيجيتار. وخلاص على كده زي ما انتوا شايفين انا حطيت بالظبط معلقتين من اللبن. هحط بقى الكفته في البيض، وبعدين هقوم حطها في البقسماط واقلبها كده كويس وايه، وخلاص على كده. وكده بقى الكفته بتاعتي خلصت. عايزه اقول لكم حلوه جدا، طعمها تحفه. يعني الصيف داخل علينا، وعايزه اقول لك ممكن تعملي منها كميه وتحطيها في الفريزر، وتطلعي تحمري جنبها بطاطس وبقت اكله كده او سلطه، وممكن تعملي جنبها مكرونه. وبتفرط معاكي كميه حلوه وفي نفس الوقت موفره يعني، لان بتطلع كميه حلوه. يعني الكيلو ونص دولت بقى ممكن يعني يقضوكي. شايفين عملت كميه قد ايه. فبجد حلوه جدا. هخلص بقى كميه الكفته كلها، وطبعا العميل عايزه منها جزء مقلي، وهوريكم دلوقتي هقليه ازاي. يعني لما هيتقلى مش هيفك ولا اي حاجه، وهوريكم هنفرزه ازاي. اما هنا بقى زودت بقى على البقسماط، زودت البقسماط وجبت بقى الجزء التاني من الصينيه حطيت فيه دقيق. وهنا بقى حطيت بيض ولبن عادي، نفس بقى الايه البانيه اللي انا بعمله عادي. هاخد بقى قطعه البانيه هحطها في الدقيق، ومن الدقيق للبقسماط والفيجيتار، للبيض واللبن قصدي، وبعدين للبقسماط والفيجيتار. تمام. طبعا بقى انا ايه قلت لكم ان في جزء هيتحط في الفريزر، فانا بعمله عادي جدا، بحطه في اطباق بس بين كل شريحه وشريحه بحط ايه كيس تلاجة علشان ما يلزقوش في بعضهم. تمام. وبتطلعي على القلية على طول، سواء الكفتة او الايه او البانيه. هنا بقى تعالوا بقى هنا هنبدأ نقليها علشان تشوفوا هي مش هتفك معاكم خالص. نفس فكرة الكفتة دي ممكن تعمليها باللحمة. ان شاء الله هعملها معاكم قريب علشان برضو ايه يبقى عندك الوصفة دي. حطيت زيت بقى وهبدأ اقليه بالطريقة العادية. شايفين بقى لونها بقى ذهبي وخطيرة، هتشوفوها كمان من قريب لما اخلص قلية. بصوا من بره كده الكفر بتاعها مقرمش، استحالة تفك منك، طعمها خطير. ممكن بقى انتي تعملي فيها كل الاختيارات اللي ممكن تتعمل. ممكن تحشيها من جوه الكفتة دي جبنة، ممكن تحشيها اه اي حاجة. اي انتي حاجة ممكن تحشيها او تحبيها اعمليها. بس تعالوا بقى اوريكم بقى الاوردر بتاعنا لما خلص. ادي كيكة الانجليش كيك بالبلح، او كيكة الزبدة بالبلح والقرفة، لونها خطير وريحتها بقى مش قادرة اوصف لكم. وادي بقى الحاجات اللي هتروح للعميله اللي هي متفرزنه تدخل الفريزر على طول. زي ما قلت لكم بحط كيس تلاجة، والقرص وكيكه الشوكولاته والمكرونه. بجد الفيديو اتمنى تكونوا استفدتوا منه، واتمنى يكون عجبكم.
الله اكبر، الله اكبر. هنا بقى شايفين كفتة الفراخ المقلية رهيبة، لونها تحفة. وبجد يعني الاوردر ده انا تعبت فيه جدا، لاني فعلا كنت بعمله وانا تعبانة. ربنا كان العالم يعني. بس عايزة اقول لكم يعني الحمد لله، قد ايه حتى لو تعبانة وبقف في المطبخ بنسى التعب، لكن طول ما الواحد تعبان ويقعد هيستسلم لكل الاوهام اللي بتجيله. فالحمد لله. وده الفيديو بتاعنا، واشوفكم فيديو